الأهلي يفوز على ميدياما الغاني بهدف مقابل لا شيء. الأهلي يفوز رغم كل الظروف اللي ممكن يتحجج بيها، زي مشكلة الطيران، مشكلة الفندق، مشكلة الجو، مشكلة الرطوبة، مشكلة اللعيبة المصابة. كل دول الأهلي اتغلب عليهم وقدر يفوز على ميدياما في أرضه وسط جمهوره بهدف مقابل لا شيء عشان يعتلي قمة المجموعة ب9 نقاط. الأهلي فعلا بمن حضر. ديانج مش موجود، مروان عطية مش موجود، عبد القادر مش موجود، الشناوي مش موجود، لعيبة كتيرة غايبة، لعيبة مؤثرة. ورغم كده الأهلي بمن حضر، اللي حضروا أثبتوا إن روح الأهلي موجودة وروح التيشيرت الأحمر موجودة. الأهلي فريق تقيل جدا. الأهلي اللعيبة الأساسية زيها زي اللعيبة الاحتياطي. أنا شايف إن اللعيبة الاحتياطي عملت شغل جامد جدا بعد نزولها، زي وسام أبو علي، وده أنا شايف إن هو مستقبل الهجوم في النادي الأهلي. رضا سليم جناح طائر ما حصلش، ماتش والتاني هتلاقيه ما حدش هيعديه. الاهلي عمرو السولية اللي غايب بقاله فتره كبيره جدا، النهارده ينزل يعمل الهدف، باصه ولا اروع من عمرو السولية بالمقاس على رجل موديست اللي يريحها لحسين الشحات ويحرز بها الهدف الاول للنادي الاهلي. الاهلي فريق كبير ويحترم، واعتقد ان لقاء الاهلي مع الزمالك في كاس يوم 8 مارس في السعوديه هيبقى ماتش من نار، ماتش من نار. مبروك للنادي الاهلي، ومبروك للاهلي على تغلبه على كل العقبات اللي قابلته. شوبير ماتش ورا ماتش بيقول انا الحارس الاساسي للنادي الاهلي، انا مستقبل النادي الاهلي. شوبير النهارده صد 3-4 كور صعبين ما صدهمش غير حارس مركز، حارس فايق. مبروك تاني للنادي الاهلي، والتوفيق للاهلي فيما هو قادم ان شاء الله.